السلام عليكم. في الفيديو ده مش بس هقول لكم اهم 3 نصايح او اهم 3 حاجات لازم تبداوا تعملوهم بدايه من الشهرين دول، لكن كمان واللي يهمني قوي قوي اني عايزه ارتب لكم الدماغ. لازم تكون مترتبه كويس يا جماعه، واهم جدا من النصايح. يعني انت لو دماغك اترتبت وعرفت الفتره دي انت فين من الاحداث وايه المفروض تعمله وايه الفتره الجايه وهكذا، من تلقاء نفسك هتعرف تحط نصايح لنفسك وازاي تمشي، مش هتحتاج حد يوجهك. فضروري تركزوا معايا في الكلمتين اللي هقولهم لكم دول. الأول كده عايزة أغطي النقط دي. أول حاجة عايزة أديكوا حل نهائي لمشكلة التراكمات اللي كلكوا غرقانين فيها وأولكم أنا صراحة. حاجة إزاي نبدأ نحل أكتر من كتاب ونوازن ما بين الكتاب اللي معانا والكتب الجديدة اللي إحنا هنبدأ نحل منها. وتالت حاجة إزاي نبدأ مراجعات دورية وفي نفس الوقت ما نهملش الجديد. ودول أصلا ال3 نصايح اللي أنا عايزة أعرفها لكم، بس عايزة أعرفكم تعملوا كل واحدة إزاي. يعني أنا مش هقول لكم نصيحة وأمشي، لا، هعرفكم كل واحدة تعملوها إزاي بطريقة سليمة. بس قبل كل ده عايزة احطكم في الصورة، عشان مجرد ما عرفت انت وضعك ايه تبدأ تشتغل صح ومش هتهدر جهد مش مكانه ويروح على الفاضي. طيب احنا ايه موقعنا من الحدث دلوقتي؟ والله احنا حاليا قطعنا شوط مش وحش في السنة وقدامنا شوط اشرس منه، وبعد كده تبدأ الساعة الرملية تظهر معانا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشوط الاول اللي انتوا بدأتوه حسب خطتنا من شهر 7 أو 8. يعني انت لو كنت بدأت معانا من شهر 7 أو 8 فانت حاليا قطعت شوط حلو قوي جدا جدا في السنة وخدت كمية لا بأس بها. انا لو ما كنتش بادئ من الفتره دي او كنت متاخر قدامك فرصه كويسه قوي انك تلحق تشد في الفتره اللي جايه. ما تقعدش تقول طب انا ما خلصتش او انا ما كنتش بادئ من شهر 7 او انا ما نجزتش كم كبير. لا، انت قدامك الفتره اللي جايه هتشتغل فيها جامد، هتجني ثمار ده. طيب الشوط ده او الشوط اللي فات ده هو كان احسن مرحله في السنه. ليه؟ لان حضرتك بادئ بكل طاقتك وبنفس مفتوحه، ما كان حصل لود عليك كنت بتستحمل وما كنتش بتمل او ما كنتش بتزهق. لازم الناس تكون فاهمه النقطه دي كويس جدا. الشوط التاني بقى وده هيكون اصعب شوط عليك في السنه عن الشوط الاخير طبعا، لان اولا ضغط المذاكره فيه زاد بقى فيه جديد وقديم. ثانيا الطاقه قلت، يعني طاقتك اللي انت كنت بادئ بيها طبيعي قلت. ثالثا بقى الحافز بعيد ونسينا الهدف. يعني الامتحانات اللي هي المفروض حافز ليك عشان تبدأ تذاكر هي لسه قدامها فترة كبيرة. في نفس الوقت بعضكم بدأ ينسى الهدف اللي هو كان بادئ عشانه السنة وكان بادئ بعزم وهمة، بدأ ينسى الموضوع ده، فبالتالي بدأ يبقى فيه فتور في المذاكرة، مش قلبنا على مصلحتنا زي الأول، أنا نخش في دايرة التراكمات وإلى آخره. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان تاخدوا بالكم وما تقعوش في الحفره دي اللي هي حفره التعب واللامبالاه. دايما خاف من النقطه دي، انك تبعد عنها على قد ما تقدر، ولما تكون خايف وشايف الخطر بعينيك هتعرف تتجنبه ومش هتقع فيه. اللي خلاني اقول لكم الكلام ده افهموا كويس انتوا داخلين على ايه. انتوا داخلين على هيبقى في ملل، هيبقى في زهق، هيبقى في ان انا نسيت هدفي فاعرف واكتبه قدامي عشان ما انساهوش. بقى الساعه الرمليه فدي خلاص بقى احنا بنعد تنازلي على الامتحانات، وده على فكره مش قبلها باسبوع او شهر، لا، على الاقل شهرين، لان في خطه تانية هتنزل بجد رائعه وهيبقى في معسكر واستعداد بالنار. طيب احنا ايه اللي يهمنا دلوقتي؟ الشوط التاني. اول حاجه انت ماشي في الجديد زي ما اتفقنا، مش بتركن حاجه وماشي مظبوط. ومن الناحيه التانيه حضرتك ماشي بتلم في التراكمات. نعمل كده ازاي؟ اول حاجه هتجيب ورقه وقلم وتفرغ فيها التراكمات وتلزقها قدام المكتب، وقسمهم اجزاء صغيره بحيث كل جزء ياخد ساعه واحده بس، وكل يوم اعمل حاجه واحده، يعني ساعه واحده. على فكرة مهما كانت التراكمات كتيرة ومهما كان شغلك ومجهودك اللي انت بتحطه في الجديد كتير، صدقني لو عملته كده هتخلص كل حاجة قبل ما نص نوفمبر يبتدي. يعني من ميعاد نزول الفيديو ده لو اشتغلتوا بالطريقة دي كل حاجة هتبقى خلصانة. الجانب الآخر بقى لو حضرتك قعدت جنب التراكمات بتاعتك وحطيت ايدك على خدك وتقول ده انا متراكم عليا كذا وكذا وكذا وكذا، محاضرة عربي 7 ساعات ومعرفش ايه، مش هتعمل حاجة وهتكتئب ولا هتذاكر القديم ولا الجديد. فاسمعوا كلامي، وانا متاكده ان بعد اسبوع هيوصلني رسائلكم اللي دايما بتفرحوني بيها وتقولوا لي الطريقه دي نجحت وبقت تمام واحنا يا سلام ده كان علينا حاجات وخلصت. طب تاني حاجه بقى الحل في الكتب. يا جماعه لازم تحلوا في كتاب كمان. الفتره اللي جايه مهمه جدا ومرتبطه بالمراجعات الدوريه. انا بعد ما اخلص من مشكله التراكمات هروح بقى اعمل مراجعات دوريه، مراجعات دوريه على منهجي اللي انا قضيت فيه الفتره دي كلها، والفتره اللي فاتت عماله اذاكر وعماله احل، فحرام كل ده يضيع. هعمل مراجعات والمراجعات دي هتشمل ان انا هسمع مراجعه للجزء،
يعني انا مثلا عندي الجزء ده سي الانقباض العضلي، هعمل عليه مراجعه ان انا هعمل ايه، هطلع واسمع الدرس بتاعه او مراجعه ليه، يعني مراجعه لشرحه كده سريع، واعيد حفظه. يعني ما والله ما عديش عيني كده، لا هعيد حفظه كويس جدا، لانه اكيد اتنسى منه جزء كبير. ابدا اراجع على اللي وقف معايا وانا بحل في المره الاولانيه، اكيد وقف معايا اسئله وغلطات، هبدا اراجع عليها اللي هي في الكتاب الاولاني اللي انا حليت منه افكار في البدايه. بعد كده اختار الكتاب التاني، وانا كنت نزلت لكم فيديو عن الكتب ارجعوا شوفوه. هختار الكتاب التاني اللي افكاره تبقى كويسه وابدا احل منه. الحل دلوقتي من مصدر مختلف هيعمل حاجتين: اول حاجه هياكد لك معلومتك ويدربك، وبمناسبه التدريب هعمل لكم فيديو ازاي تبدا تدرب نفسك على الحل الكتير وبسرعه. تاني حاجه بقى هيديك افكار جديده مش موجوده في الكتاب الاولاني اللي انت حليت منه، وبالتالي انت عمال تجمع افكار اهو، واحنا لسه ما خلصناش 2023. الفترة دي مهمة جدا، وعلى قد ما اشتغلت ودوست على نفسك على قد ما هتعيط من الفرح يوم النتيجة ان شاء الله. ربنا يعينكم، وما تنسوش تشوفوا اللينكات هسيبها لكم في الوصف. بس كده، في رعاية الله، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.